يا مساء الخير على كل المتابعين. سيد شعراوي عاكف. انا شايف لك فيديو متداول مع المرحوم سمير صبري لما استضافك وانت لما قالك انت شغاله في السيرك والكلام ده. كنت البدايه واخدة جايزة في مسلسل شجرة الأسرار. فكان استضافني عشان يحتفل بيا، حتى قال في البرنامج انت لسه واخدة جايزة. قلت له عشان مسلسل شجرة الأسرار، وقعدت بقى يقول حاجات كتير مش شفتها. ترميتي أنا كنت يعني في البرنامج هذا المساء طبعا، يعني برنامج تاريخي، برنامج من أهم البرامج العربية يعني في السابق طبعا، هو كبيرة. وكنت أنا لسه في بداية حياتي، بس لا يعني ابتديت أشتغل، ابتديت أعمل شغل، وابتديت آخد جواز من التسعينات مش من دلوقتي يعني. فسألني قال لي يا ريت أنت منيتي أغنية في المسلسل. قلت له 4 أغاني كانوا ألحان الأستاذ فؤاد شاهين، أشعار أستاذ سيد حجاب. وكانت طبعا في فؤاد شاهين لحن هند عادي، حاجة جامدة جدا. وقال لي فاروق الشرنوبي يا جماعه، ايضا محمد الشرنوبي الممثل المطرب. طبعا كان معايا بس في المسلسل ده الاستاذ حسن فؤاد، فاحنا غنينا مع بعض حتى الاثنين، بس انا مش فاكره، بس غنيتها مع الاستاذ سمير. حسن فؤاد الاسمراني. ايوه كان مسلسل حلو قوي، مش موضوع 30 بقى بنتكلم عليه، هو بقى كان بيحكي فيا فكان طبعا لقاء جامد جدا تاريخي بالنسبه لي. انا ما صدقت لقيته عشان نزلت. عايزين معلومه لهند عاكف عن نعيمه عاكف الله يرحمها، محدش يعرفها. لا انا عايزه اقول لك على حاجه، في حاجات كتير تعرف، بس انا حابه اقول في ناس كتير لما تقول ان محمد بن عمتي عايش توفى، لما توفى من هو عنده 4 سنين بعد ما مات، 4 شهور نتيجه سوء التغذيه. لا طبعا محمد بن عمتي توفى يعني من خلال 5 6 سنين هو، وعنده اولاد كمان على فكره، بس هم مش بيحبوا الميديا. فدي معلومه يا جماعه، والكفر محدش يتكلم فيها. محمد بن عمتي ونعيمه عاكف، محمد صلاح الابن الوحيد لنعيمه عاكف. هو توفى عنده اولاد، يعني عمته عندها احفاد. فبس يعني طبيعي المعلومه، لان كل شويه حد يقول لي ده عايش، ده مات، ده توفى قريب، ده توفى. بس انا عايزه اقول لك على حاجه شقتها لغايه النهارده. الزيجه دي كانت من مين؟ ده كان الاستاذ صلاح. استاذ صلاح كان مستشار الضريبي بتاعها، كان هو المسؤول الضريبي بتاعها. هي اتجوزت كام مرتين؟ حسين فوزي. حسين فوزي؟ استاذ حسين فوزي طبعا يبقى استاذ نادر جلال، يبقى عمه الاستاذ حسين فوزي. استاذ نادر جلال يبقى عمه استاذ حسين فوزي. نعيم عاكف في الاولاني، وبعدين بقى الاستاذ دي توضيح. نعيمة عاكف عندها ابن اسمه محمد، وهو مات وهو عنده ولاد كبار، وهم مش بيحبوا الصحافة، مش بيحبوا الميديا، الظهور عامة، لكن جدهم كان كده. صلاح ما كانش بيحب الميديا، وكان حتى حاجب لكن عن الظهور. نعيمة عاكف لها أحفاد. لها أحفاد. على كده. ويعتبروا ولادنا. أنا بشكرك. ميرسي جدا. حضرتك ازيك؟ ما تروحوش لبيت سيد شعراوي.